بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكم، يا رب تكونوا بخير. اليوم النهارده كان في 3 مباريات، المحله مع سموحه، وكانت مباراه ما بين انبي ودجله ادارها محمود ناصف. المحله وسموحه محمد العتباني. الزمالك والمقاولين كان محمد عباس مايو مع طاقم تحكيم مكون من محمد مجدي سليمان، علاء علي، والحكم الرابع عبد الحكيم ناصر، والفار عبد العزيز السيد وكيرلس نزيه. خلينا نروح للمباراة على طول ونبتدي نتكلم على محمد عباس مايو. طيب، هذه المباراة احنا قلنا دايما احنا بنقسم المباراة ل3 عناصر. مباراة يا اما صعبة، يا اما يعني درجة صعوبة صعبة، او متوسطة او سهلة. هذه المباراة تندرج تحت درجة صعوبة عالية. ليه دايما بقول عالية؟ لازم أنا اقول عندنا احنا بنشوف نادي الزمالك النهارده كان كسبان في الجولة الأولى. هذه المباراة كان بالنسبة له عنده دوافع ان هو يفوز، وبالتالي عشان يبقى عنده 6 نقاط. المقاولين العرب كان جاي من هزيمه من زد، ونفسه ان هو يكسب او يتعادل عشان يبتدي يبقى موجود في المسابقه. هنا بنقول درجه صعوبه المباراه، كمان الجمهور اللي كان موجود، ضغوط كتيره. الحكم الشاطر يخرج نفسه من هذه الضغوط. واتكلم دايما على الشخصيه التحكيميه، وقلت دايما وكل مره هتكلم، الحكم بدون الشخصيه التحكيميه بيفتقد حاجات كتير. الحكم بدون التمركز والتواجد في المكان يفتقد القرار. النهارده ما شفناه بشكل عام اداء متميز جدا. التحرك، توقع، القراءه التكتيكي للفريقين، موجود في الحدث، مهارات التواصل، ازاي بينبه شفوي، ازاي بيشير، ازاي بيصفر، ازاي النهارده هو هادي ومبتسم. على فكره الشخصيه تجيب الثقه، وتجيب الهدوء. نروح للحالات التحكيميه على طول، وعندنا اختبارين مهمين جدا بمطالبه بركلتي جزاء لنادي الزمالك. هل النهارده مايو خد القرار الصحيح؟ هل الفار النهارده تدخل وساعد المايو؟ نشوف الحاله الاولى كانت في الدقيقه 54. قبل ما اتكلم عن الحلقه، شوف الحكم وانا بتكلم ليه؟ لان انا فعلا التدريب العام للحكام مهم جدا. الحكم كان في مكان يعني ناحيه الشمال، ابتدى لما لقى اللاعب الزمالك عدي الدباغ راح منفرد بحارس المرمى المقاولين محمد ابو السعود. هنا مايو خد عمل تنويع في اسلوب الجري، راح ناحيه اللعب وراح عمودي شاف الحدث بينه وبين الحدث 6-7 ياردة، اشار باستمرار اللعب. حاله سكوت من عدي الدباغ. مايو هنا ادى القرار باستمرار اللعب، مفيش مخالفه. شوف رد فعل اللاعب هنا عمل ايه؟ سريعا راح قايم وراح رادد على نصف ملعبه. وهنا قناعات اللاعب ان محدش هيعرف يضحك على الحكم. دي كانت الحاله الاولى اللي خد فيها القرار بثقه، ما كانش في ركله جزاء. الاختبار الثاني للحكم، وكان اختبار مهم جدا. دي 64، وهنا اعتراض من لاعبي الزمالك تقريبا بالكامل على مطالبه بركله جزاء ثاني نتيجه لمس الكره بالايد. شوف الحكم زي ما قلت، عندما تفتقد المكان تفتقد القرار. الحكم يبعد عن الحاله تقريبا 4 يارد، شاف الحدث كويس قوي، شاور مفيش مخالفه. طب اللعبه كانت ازاي؟ اللعبه بترتد من لاعب المقاولين لزميله اللي كان جنبه، بتيجي الكره في الايد. هل الايد ديت خارجه؟ هل الايد ديت غير مبرره؟ لا، الايد دي كانت في وضع طبيعي مبرره، مفيش مخالفه، وبالتالي ولا الايد ولا الذراع مكبرين حجم الجسم. خد القرار بثقه واقتدار. ليه؟ لان شايف تفاصيل الحاله، لانه متواجد في الحدث. وبالتالي هنا لما وقف اللعب اكتر من 20-30 ثانيه، تاكيد الفار اكد عليه في 20 ثانيه، ودي كانت مهمه جدا. عبيد السيد ما خدتش وقت، بعد ما قال له اوكي مفيش مخالفه قال العب. ده كان قرار مهم جدا. مترابطي بركله جزاء خد فيهم القرار الصحيح. اتكلم على ما بشكل عام النهارده. العقوبات الانضباطيه، ادى الانذارات في محلها، اتاحه الفرصه، عمل اتاحه الفرصه. يعني النموذج النهارده في الاداء تحرك، تمركز، قراءه، هدوء، شخصيه. المباراه انتهت، مفيش لاعب راح له ولا اعترض، ولا حد من الجهاز هنا ولا حد من الجهاز هنا. التحكيم سهل، والله التحكيم سهل جدا. النهارده سهل مهمه المباراه، حكم مباراه. طبعا تحياتي ليه العتباني وطاقم التحكيم. احتسب النهارده ركله جزاء في دقيقه 80 الصحيحه بدون مساعده الفار. محمود ناصر النهارده عمل مباراه كويسه. 3 حكام النهارده لم يشعر بهم احد. بالتوفيق لمايو
مبروك لطاقم التحكيم. بقول له النهارده الموضوع خلص، بكره تبتدي تشتغل على نفسك، هو ده الحكم. بالتوفيق للتحكيم المصري، يا رب يكون دايما هذا المستوى موجود. تحياتي لكم، يا رب دايما تكونوا بخير.